ومالك مبسوط كده ليه وانت بتقول ما فيش حاجة اسمها دين؟ دي حاجة تحزن يا أستاذ علي. ربنا يهدينا جميعا. وهجرتك من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين ده شيء ستحاسب عليه. المفروض الهجرة تكون من بلاد غير المسلمين لبلاد المسلمين مش العكس. ده بقية الكومنت، أنا قلت أقوله عشان الناس تبقى فاهمة اللي مكتوب في بقية الكومنت. حضرتك، أنا لما قلت ما فيش دين وأنا مش فرحان إن ما فيش دين، أنا بس في ابتسامة على وشي، لأن من أسس الدين عندي هو التبسم في وجه أخيك اللي تقريبا أنت ما سمعتش عنها. فهو ما فيش دين للدولة. يعني الدولة مش مسلمة، الدولة مش مسيحية، الدولة مش يهودية، الدولة ملهاش دين. ولكن الناس هنا بتؤمن بأديان. فأنا عايش في دولة غير مسلمة ولكني أنا مسلم وأؤمن بديني. وخليني أقول لك حاجة كمان. الأسوأ ناس هتشتغل معاهم في أمريكا هم المسلمين. هو هيشغلك عنده بالسخرة، بأقل عدد فلوس ممكنة، بأكبر عدد ساعات ممكنة. هيستغلك عشان هو ينجح وتفضل أنت جعان ومحتاج له. هيستغلك عشان يفضل حاطط عليك ويفضل مشغلك عنده بقية عمرك. فهم أسوأ فئة هتشتغل معاهم، شئت أم أبيت بقى، حبيت ما حبيتش. تقول لي بقى مش كله، المعظم. بس في ناس كويسة، في ناس كويسة، بس المعظم كده. تمام. فما تقوليش بقى روح اشتغل مع مسلمين، اصل انت هتؤجر على شغلك معاهم. لا، انا مش هؤجر على شغلي معاهم. انا هتحاسب على الساعات اللي انا ضيعتها من عمري في الشغل ده. هتحاسب على عمري اللي انا بضيعه. فانا اشتغل مع حد غير مسلم وبيقدرني وبيقدر ساعات شغلي وبيقدر حياتي، احسن ما اشتغل مع واحد مسلم ابن ديني وبيعمل فيا مشاكل وبيبهدلني وبيهني على فلوسي. وكل المشاكل اللي بتشوفها مع العرب اللي مغتربين في امريكا، لان هم شغالين مع عرب مسلمين في محلاتهم. فدي النقطة الأولى. أما النقطة التانية، الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين ستحاسب عليها. حضرتك حط لي دولة إسلامية واحدة في دول العالم الأول وأنا ههاجر عليها. دولة إسلامية واحدة تعيشني في مستوى أعرف أعيش فيه. دولة إسلامية واحدة تديني حقوقي وتديني حق على قد ما بتعب، أو حق مساوي للدول الغير إسلامية بتديهولي. فحضرتك ما تخلطليش الدين بالدولة. الدولة شيء والدين شيء. أنا ديني الإسلام الحمد لله، اللي أنا مؤمن بيه جدا. بصلي وبصوم وبزكي وبطلع صدقاتي وبعمل كل حاجة اللي المفروض ديني طالبها مني. فالحمد لله أنا مسلم. ولكن أنا مش عايش في دولة مسلمة. وما افتكرش ان ربنا هيحاسبني على حاجه زي دي. انا ربنا هيحاسبني لو ضيعت عمري وانا بشقى وبتعب وبهين نفسي وبهين كرامتي وبنام في الشارع عشان الاقي لقمه عيش. فربنا هيحاسبني على ده. الحاجه الوحيده اللي ربنا هيحاسبني عليها هو ايماني وتقوتي، وقد ايه انا كنت مؤمن بربنا، وقد ايه كنت بصلي، وقد ايه اتقيت ربنا في اللي حواليا. وقد ايه قربت من اهلي وساعدت اهلي وحافظت عليهم وحافظت على عيالي وحافظت على كل حاجه حواليا. دي الحاجات اللي ربنا هيحاسبني عليها. بس ربنا مش هيحاسبني على الحدود اللي صنعها البشر على ارض خلقها ربنا. فاتمنى حضرتك تبقى فاهم ده، وتبقى فاهم انا بتكلم كده ليه، وانا مش بعنف حضرتك او مش بهاجم حضرتك، ولكن انا بوضح لك وجهات النظر المختلفه مع احترامي للاسلام والمسلمين. ولكن هم مش افضل ناس تشتغل معاهم. بس.